مرحبا صديقي، هل لرخت يوما طائرا بألوان العلم البرازيلي؟ أزرق لامع وأصفر مشرق. نحن نتحدث عن أحد أجمل وأذكى الطيور على الكوكب. إنه المكاو الأزرق والأصفر، ببغاء لا يشبه غيره، له حضور ملكي وصوت قوي وذكاء يذهل العلماء. في هذه الحلقة سنأخذك في رحلة إلى أعماق الأمازون لتكتشف أسرار هذا الطائر الرائع. معلومات أساسية وسريعة. الاسم العلمي أراراونا، الموطن الأصلي غابة أمريكا الجنوبية، خاصة في البرازيل وفنزويلا وبوليفيا. الطول يصل إلى 85 سنتيمترا، مع جناحين يمتدان لأكثر من متر. اللون أزرق سماوي يغطي الظهر والجناحين، وصدر وبطن بلون أصفر لامع. الوجه أبيض مع خطوط سوداء مميزة حول العين تشبه بصمة خاصة لكل طائر. الصوت صياح قوي يسمع من بعيد. هذا الببغاء لا يحب أن يتجاهل. المقطع الثاني ذكاء مذهل، يصنف ضمن أذكى أنواع الببغاوات. لديه القدرة على فهم الأوامر، تقليد الأصوات، بل وحتى الكلمات والجمل. في دراسات تمكن بعض طيور المكاو من استخدام أدوات بسيطة للحصول على الطعام. لديه ذاكرة قوية ويمكنه التفاعل مع البشر بطرق مذهلة. يحب اللعب وحل الألغاز. المقطع الثالث في المنزل، هل يمكن تربيته؟ الكثير من الناس يربونه كطائر أليف، لكنه يتطلب عناية خاصة جدا. يحتاج لمساحات واسعة للطيران، نظام غذائي متنوع يشمل الفواكه والمكسرات، وقت طويل للتفاعل وإلا يصاب بالاكتئاب أو العدوانية. يمكنه العيش أكثر من 50 سنة. باهظ الثمن، ويصل سعره في بعض الدول إلى آلاف الدولارات. حياته في البرية، المكاو في الأمازون، يعيش في أزواج ويعرف بوفائه لشريك حياته مدى الحياة. يعشش في الأشجار العالية ويبني عشه في تجاويف طبيعية. دوره مهم في البيئة، ينقل بذور الفواكه ويساهم في نمو الغابات. للأسف يهدد هذا الببغاء الجميل بالصيد الجائر والاتجار غير القانوني. العديد من جمعيات حماية الحيوان تحارب لأجل الحفاظ عليه. إن أردت تربيته، احرص على شرائه من مصادر قانونية، ولا تشارك في تجارة الطيور البرية.